السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. اليوم جبت لكم فكرة وبهذه المكونات اللي عندنا. أجيو تبعوا معايا المراحل إلى آخر الفيديو. بالنسبة للمكونات عندي جوج حبات ديال الطماطم وربعة ديال الكفتة، وهنايا 3 حبات ديال البتنجان. بالنسبة للكمية كتبقى على حسب أفراد الأسرة. خليكم تكتشفوا معايا المراحل إلى آخر الفيديو، فرجة ممتعة على بركة الله. بالنسبه للمكونات اللي غنحط بها الطبق ديال اليوم، غناخذ التوابل اللي غنحتاج متوفرين في كل بيت. عندي هنا شويه الملح وشويه الكمون. 2 معالق كبار ممتلئين، زيت الروميه والزيت البلديه، وغنحتاج الفلفله حمراء والخرطوم بلدي، شويه البصل وشويه الزعتر. يعني ضروري كيعطي تنسيمه غزاله. نقطع الدنجال ديالي بهذا الشكل هذا، قطعت 3 القطع على حسب الدنجاله. اذا كانت كبيره نقطعوا 4. وهنايا كنقطع الدنجال ديالي بنفس الطريقه. بالنسبه للتقطاع ديال الدنجال كنحاول غير من النص ديالها وكنقطع. وكنقي الراس ديال الدنجاله بهذا الشكل كما واضح لكم في الصوره. يعني هاد الطريقه هذه جد ممتازه وعمليه بالنسبه للاخوات اللي خدامات. يعني سهله في التحضير وكتوجد في دقائق. والمهم هي بنينه هاد الطريقه هذه. كنتمنى من الله تجربوها وتعجبكم، واكيد ما تبقاش تخطاكم. يعني سهله في المراحل وحتى في يعني الفكره سهله. يعني بالنسبه للتوابل، التتبيله اللي غتشوفوني نحضر معكم يعني كتعطيها واحد اللوغو زوين في الماكله. هنايا نقطع الطماطم غير النصف باش ما تجينيش الطماطم خارجه، يعني يجيني التقاده ديال الدنجال. هي داك الفائض ديال الطماطم. بالنسبه هنايا احتاجيت الطماطم غير حبه ونصف منها كافيه. وهنايا غندير تتبيله للكفته. عندي 4 ديال الكفته. ناخذ هذا الاناء نخلط فيه التوابل اللي غنحتاج فيها الزيت الروميه والزيت البلديه. عينكم ميزانكم. بالنسبه للتوابل كنضيف معها شويه ملح وشويه الكمون وشويه الفلفله الحمراء والخرقوم بلدي، كذلك البصل. غنخلط العناصر جيدا. انا بنخلط العناصر غنضيف الكفته على شكل اصابع بهذا الشكل هذا، وكنستمر حتى نكمل الكفته اللي عندي. ورجع معكم. هنا من كملت الكفته غنبدا نعمر في الدنجال ديالي. ضروري ما نضيف معاه شويه الملحه وندهنه بالملحه غير القليل. وكندير نفس الطريقه الدنجال الاخر كنحكو بشويه الملحه. وهنايا عمرت القطعه او الدنجاله الاولى بهذا الشكل هذا. كنخاوي الطماطم والكفته بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاول ديال الدنجال حاولوا نثقبوا بالموس باش تدخل مع التتبيله اللي غنشارك معكم.
ونفس الطريقة حتى نكمل. هنا بالنسبة للتوابل غنضيف الكمون، ونبدا نضيفو بهذه الطريقة من الفوق، من فوق من الدنجالة بهذا الشكل، وشوية الملح كذلك، يعني عيني ميزاني. وغنضيف البزار، وغنضيف الزعتر اللي كيجي مع النسمة غزالة في هاد الأكلة هادي. يعني غير كنرش من الفوق التوابل فقط بهذه الطريقة هذه. بالنسبة للملحة راه عينكم ميزانكم، متحاولوش تكتروا حيت دهنا الدنجال بالملحة. وهنا غنضيف الزيت من الفوق باش كيهبط ديك التتبيله اولا طريه من اللي ضفنا معاها، كتهبط مع الزيت. وغنضيف زيت الزيتون بزاف بهذه الطريقه هذه. وانا ما ضفت معاه لا ماء لا والو، خليته يطيب، ما كتطلق ديك الماء مطيشه. وبالنسبه للزريعه شفتوني انا ما حيدتهاش منها، خليتها مع مطيشه كتعطي بنه اكثر. هو الشكل ديال الطبق ديالنا من بعد ما دخلته الفرن. كما شفتوني ما ضفتش معاه ما نهائيا، خليته حتى تحمر وتعلك مزيان حتى طاب. يعني كنقيسوه بالموس كنشوفوه طاب تماما، ويعني هذيك الساعه عينا ميزاننا، وكنخليه يطيب تماما بحال هذا الشكل هذا. ونضيفه في الطبسيل التقديم بهذه الطريقه هذه. صدقوني راه كيجي بنين 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 بزاف، ودائما مع طريقه بسيطه والمذاق اروع واروع بكثير. وكنتمنى تعجبكم وصفتنا اليوم. اللي عجبتكم الطريقه ما تنسوش دعم القناه باللايك والانضمام فيها. ومرحبا بالاخوات الجدد اللي التحقوا بالقناه، وشكرا على الدعم والتشجيع. وخليت لكم الراحه في امان الله مع وصفه قادمه. ما تنسوش بالدعم القناه بالتشجيع باش تستمر تعطي المزيد بالافكار ان شاء الله. خليت لكم الراحه في امان الله، استودعكم الله الى وصفه قادمه ان شاء الله، وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. الى اللقاء.